السلام عليكم يا حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده بفيديو جديد وروتين جديد. قبل ما ندخل بقى الفيديو بتاعنا تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش طبعا الكومنت الحلو بتاعكم واللايك الحلو بتاعكم. ويلا بينا بقى ندخل الفيديو بتاعنا. الروتين بتاعنا بقى النهارده روتين كده تشجيعي وتحفيزي، ويلا يعني في عز السقعه كده وقومي بقى من تحت البطانيه وتشجعي كده معايا. زي ما انتوا شايفين كده. بدأت يومي بقى من الصبح او من الساعة 10. لميت بقى الحفاظات كده كلها اللي كانوا في الصالة، وخدتهم بقى على الحمام عشان اغسلهم زي ما انتوا شايفين كده. انا اصلا كنت نقعة واحدة من بالليل وواحدة تانية عملتها الصبح. نقعتها في البانيو كده زي ما انتوا شايفين، دي اللي كنت نقعها من بالليل. سبتها بقى طول الليل كده بقى في المسحوق والمعطر والكلام ده، يعني بسحب نصها كده بره البانيو عشان اعرف اغسلها كده بالفرشه واتحكم فيها كويس واغسلها كويس. والنص اللي بيتغسل برجعه البانيو تاني زي ما انتوا شايفين كده. عملت الاتنين بنفس الطريقه. صحيت الصبح بقى اخدت غسلت اللي انا كنت بلاها من بالليل، والتانية حطيتها تتنقع مكانها. وهنا بدأت بقى في الروتين بتاعي. هعمل بقى تنظيف عميقة كده للصلاة كده النهاردة، ويعني اعتبروها بقى دي من تنظيفات رمضان. بس للأسف هنا بقى الإضاءة ما كانتش حلوة، يعني من الضوء اللي جاي بره من الشباك، وانا ما خدتش بالي غير بعد ما صورت. زي ما انتوا شايفين كده. بنضف بقى من فوق لتحت الأول يعني من أول السقف، وبعد كده الحيطان، وبعد كده الأرضية. بنفض بقى التراب واللي على الشبابيك وبهب السقف كده عشان لو في عنكبوت او في اي حاجه. وبمسح كده الازاز، وكل حاجه بقى بتقابلني كده بعملها بالمره عشان يبقى انا كده ايه. لما اكنس وامسح بقى ابقى عملت على نظافه. زي ما انتوا شايفين كده الفرشه بتاعتي. ولفيت بقى على كل شبابيك الشقه، الشيش والازاز وكل حاجه. وطبعا برضو بالمقشه كده، وخدت السقف كله بقى بتاع الشقه كده لحد الاخر زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. ده الشباك اللي هو على الشارع الرئيسي. هي الصالة عموما فيها 3 شبابيك هتشوفهم برضو معايا دلوقتي. ده الشباك الوحيد اللي فيهم اللي هو على الشارع الرئيسي. خلصت بقى الشباك وقفلته ودخلت بقى جوه. شايفين بقى الجبس ده عليه تراب برضو، بس هو مش باين في الكاميرا قوي عشان الجبس ابيض والحيطه بيضه، فانتم يمكن ما تاخدوش بالكم قوي. بس انا برضو قلت امشي عليه بالفرشه كده عشان التراب اللي عليه برضو نفس الكلام. والناحيه التانية برضو نفس الكلام. ده المدخل بتاع الارج. هي الصاله عندي متقسمه 3 اجزاء، فده اول جزء فيهم اللي هو بتاع الارج. وبرضو خدت برضو الجبس من فوق كده عشان التراب اللي عليه. نفس الكلام برضو بالمقشه لاني ما كنتش هطول بالفرشه. ومن الناحيه التانية برضو نفس الكلام عشان ابقى اتاكدت ان هو نضيف من ناحيتين يعني. وجيت هنا برضو على الفتحه بتاعه المطبخ دي، فاتحه برضو على الصاله. برضو نفس الكلام عليها برواز كده بالجبس. برضو مسكت الفرشه بتاعتي ولفيت عليه برضو عشان كل التراب اللي عليه ده يروح. كل ده قبل ما اكنس ولا امسح ولا اي حاجه، علشان مش بعد ما اكنس وامسح اجي انفض الدنيا تتمله تراب تاني. لازم اعمل كل حاجه الاول، واخر حاجه اكنس وامسح زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. هنا بقى الشباك التاني اللي هو عند باب الشقه بقى بالظبط. فانا برضو لمعت الازاز كده وعملته بالفرشه، بس جيت افتح الشباك عشان انضف الشيش فالشباك ما فتحش معايا مش عارفه ليه. وده كمان باب الشقه برضو قلت يعني ياخد نصيبه من النظافه هو كمان. نضفته كده من جوه وهفتحه ونضفه من بره كمان. طبعا الكركبه اللي على السلم دي مش بتاعتنا، فاحنا ملناش دعوه بيها، دي بتاعت الجيران. نفس الكلام برضو بالفرشه كده، ولمعت الباب ونضفته كويس، شلت كل التراب اللي عليه. وخدت برضو قدام الشقه كده برضو ايه تنظيف على الماشي، بس انا اخر الباب لان السلم كده كده في واحده هي اللي بتيجي تنضفه، فانا ماليش دعوه بالسلم يعني. وده الشباك التالت في الصالة هتشوفوه برضو معايا دلوقتي. ده بقى ما بفتحوش خالص لاني لو فتحته يعني اكن قاعدة في الشارع بالظبط. يعني مكشوف على الجيران اللي جنبنا او فاتح على السلم، فالجيران بتوعنا اللي هم قصادنا لو عدوا على السلم نازلين او طالعين وبصوا كده صدفة يلاقونا في وشهم على طول. فالشباك ده ما يتفتحش نهائي حتى ولا في الصيف. لمعت برضو الازاز كويس، وبعد كده هفتح برضو الشباك عشان انضفه.
ده فاتح على السلم على طول زي ما انتوا شايفين كده. بعمل برضو الشيش من بره على قد ما ايدي بقى تجيب، او على قد ما ايدي الطول يعني، ونضفته من جوه كويس، بس من بره بقى على قد ما ايدي جابت، لان جوزي مش موجود. لو كان موجود كنت خليته فكهولي وكنت نضفته كويس. وهنا الجزء برضو اللي هو عند باب الشقة في برضو برواز كده بالجبس، فانا برضو نفس الكلام زي ما عملت في الجبس بتاع الارج، فنفس الكلام برضو بالمقشة كده. ولم يعني شلت التراب اللي في السقف والعنكبوت وكل الكلام ده بالمقشة كده في ثواني يعني. خلصت كده كل حاجة، بدأت بقى ان انا اكنس، ودي كانت اخر خطوة معايا قبل ما امسح. في الوقت ده كنت غسلت بقى حافظة قبل ما ابدأ معاكم الروتين اللي انا كنت بلاها من بالليل، والتانية كنت نقعاها. سبتها منقوعة كده بالمسحوق والمعطر لحد ما خلصت كده كل حاجة، وبعد كده غسلتها سبتها برضو تتصفى عشان هنشرها بالليل، لان احنا عندنا مشكلة ما اعرفش انشر بالنهار علشان في بياعين وكده تحت البلكونه بتاعتي على طول، فالميه بتنزل عليهم، فطبعا ما ينفعش نأذي الناس يعني. فانا هسيبها بقى لحد بالليل متاخر خالص لما هم يخلصوا يلموا الفرش بتاعهم، وبعد كده ابقى انشرها بقى تصفي الميه بتاعتها لحد الصبح. حتى لو جم على ما هم يجوا الصبح يعني يشتغلوا تاني او يفرشوا، هتكون كل الميه الزياده نزلت. هنا برضو جبت الصلاة كلها كنس لحد الاخر، هي الصلاة كبيرة وطويلة كده فبتاخد مني وقت. وكده كنت خلاص وصلت بقى عند باب الشقة. طبعا عند باب الشقة في المدخل كده حاطة الجزمة كده على جنب، والصالة بقى كلها فاضية كده زي ما انتوا شايفين وكده يعني. بعد ما كنستها طبعا يعني شايفين النظافة باينة عليها ازاي. جبت بقى الجردل بقى والشرشوبة، وبدأت ان انا امسح بقى لمع السيراميك. طبعا هو السيراميك ده من النوع اللي هو المط، يعني ما فيهوش لمعة، مهما امسح فيه هو نظامه كده ما بيلمعش. وحتى البقع اللي زي كده دي هي دي كده في السيراميك نفسه يعني ما بتطلعش، احنا واخدين الشقة كده. فدي من العيوب اللي فيها، ان هي السيراميك بتاعها مهما امسح فيه او مهما لمع فيه هو ما فيش يعني، لما بينشف بيبقى يعني اكني ما عملتش في اي حاجة. فانا هنا بقى واخده الصاله بقى كلها جزء جزء كده. ده كان اول جزء اللي هو الجزء بتاع الارج اللي فيه الشاشه، المكان اللي احنا بنقعد فيه يعني. وهخلصها بقى وهتشوفوا هنعمل ايه بعد كده. انا الجزء اللي انا بعمله بنضفه او بمسحه بالميه على طول، بروح منشفه الشرشوبه وشطفها وراجعه عايده عليه تاني عشان ايه ينشف بسرعه قبل ما الولاد يجوا من الدرس، عشان لو دخلوا بقى وكده هينيلوا الدنيا تاني. فلازم تكون المكان يعني نشف قبل ما هم يجوا. ده الجزء التاني بقى في الصاله اللي هو على جنب كده. ده المفروض يعني مكان سفرة او السفرة والنيش، لو انا هفرش يعني ده المفروض كان يبقى المكان بتاع السفرة والنيش. على طول بعصر الشرشوبة وارجع اعيد تاني بسرعة عشان انشف اول باول. كنت عملت كمان الاوضه بتاعت ابني وكنت مسحتها، بس ما صورتهاش معاكم عشان يعني ايه ما اطولش عليكم الفيديو. وكده كان شكل الصاله بعد ما مسحتها كلها. والاوضه بتاعت ابني المفتوحه هناك دي مسحتها برضو. فتحت بقى الشباك علشان المكان ينشف، والبقعه اللي هي في النص دي في السيراميك، ما يعني مش تقصير مني خالص يعني، هي كده في السيراميك زي ما هي. هنا بوريكم بقى بعد ما خلصت. بعد ما خلصت بقى دخلت على الحمام، كملت بقى الحافظه اللي انا كنت نقعاها، خدتها غسلتها برضو بنفس الطريقه اللي انا غسلت بقى الحافظه الاولانيه، وسبتها بقى تصفى. وهنا شكل الحمام بعد ما غسلت ورجعت كل حاجه مكانها، ورجعت الغساله مكانها، كنت شايلها عشان توسع لي المكان اعرف اغسل براحتي يعني.
وكده خلاص الروتين بتاعي خلص، ما حبيتش ان انا اطول عليكم اكتر من كده. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك